ويا اهلا وسهلا. ازاي ممكن نعمل باب دوران او كيرفد دورز بحيث ان هو يدينا شكل كلاسيكي، وممكن كمان يبقى نيو كلاسيك او سيمي كلاسيك او كلاسيك صريح على حسب الديكور وتفاصيل الباب اللي ممكن يتعمل. طبعا احنا بنروح نعمل فرمة من الخشب او من الحديد، ولكن طبعا من الخشب بتبقى اوفر بكتير جدا، وفي نفس الوقت بتديك كواليتي عالي جدا. وطبعا عايز اقول لكم ان الموضوع ده ممكن يتعمل، ان البنا ممكن يعملوا مانيوال من غير اي فرمه، ولكن الانضف والاشيك والاحسن في كواليتي الشغل ان انت تطلع بكواليتي محترم ان انت تعمل له فرمه، تعمل للبنا فرمه من الخشب. الفرمه دي يبدا ان هو يشتغل عليها بحيث ان هو يطلع لك الدوران مظبوط، وطبعا بتبقى مخصم من الدوران ده قيمه المحاره وقيمه الحلق بتاع الخشب، بحيث ان كل حاجة تطلع مظبوطة والمقاسات تطلع متوحدة بالملي، وبرضه في نفس الوقت ما يضطرش بتاع المحارة ان هو يدي مونة كتير، كل حاجة تبقى مظبوطة. طبعا احنا عملنا خشب من الموسكي عادي وجلدناه وجلدناه بالام دي اف. كنا نقدر نجلده اي حاجة تانية، كنا نقدر نجلده كونتر طبقات او ابلكاش ايا كان، ولكن هو الام دي اف كان ارخص بالنسبة لنا. وتكلفة الفرمتين دول تقريبا كانوا عاملين حوالي 2200 او حاجة كده يعني. طبعا احنا بدأنا في المباني ان احنا الشقة كلها هتتعمل ابواب دوران ما عدا باب الشقة الرئيسي، ولكن طبعا لسه في الديكور النهائي في حاجات هترد على الابواب دي. بدأنا نعمل المباني بتاعتنا، ودي كده النتيجة النهائية للابواب الدوران بعد ما خلصناها. طبعا هنتابع مع بعض ان شاء الله، هنزل لكم فيديوهات بعد المحارة وبعد ما تركب خشب. طبعا ان شاء الله شكلها هيبقى جميل جدا، وهتدي روح للمكان، وهتدي طابع محترم جدا وشيك جدا ودافي جدا في البيت. وأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا، وأراكم في الفيديوهات اللي جاية.